السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم شهيوة نادية من كندا. اليوم كنطلع عليكم وكنسلم على كل المشتركين والمشتركات وكنرحب بهم في القناة وكنرحب بكل من هو يعني التحق بها، وكنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. تشجعوني وتنوروني ان شاء الله، باش ان شاء الله نعطيكم المزيد من الوصفات السهلة اللي في المتناول الجميع ان شاء الله. اليوم طليت عليكم بواحد الوصفة، وصفة جديدة وفكرة جديدة إن شاء الله، اللي هي الكغاتان ديال البطاطا والدجاج بالخضر. يعني كغاتان صراحة من ألد لي كغاتان اللي يمكن لكم تحضروا، خصوصا احنا في أجواء الصيف ومقبلين يعني إن شاء الله الأطفال على المدارس. كتجي يعني صراحة رائعة، وفيها الخضار غنية اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، واللي حنا صراحة مقصرين في استهلاك الخضر. هذه وجبة يعني باش نكون يعني كنحضروها متكاملة وغنية، ونتمنى ان شاء الله ترقكم الوصفة وتتابعوها للاخير، وفرجة ممتعة. دابا ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الكغاتان كنحتاجو 250 غرام ديال صدر الدجاج اللي غسلناه طبعا ونقيناه وقطعناه يعني مربعات صغيره كما كتشوفوا في الصوره. كنحتاجو جوج ديال الجزرات اللي ربيناهم على شكل طولي كما كتشوفوا. كنحتاجو بصله كبيره مشلضه. كنحتاجو جوج ديال لي كورجيت يعني القرعه الخضراء حتى هي اللي ربيناها على شكل طولي. كنحتاجو المعلقه يعني صغيره ديال الملح، والملح طبعا دائما حسب الذوق. كنحتاجو معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال البابريكا يعني الفلفل الاحمر. كنحتاجو معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي الكركمه. كنحتاجو معلقه صغيره ديال السكينجبير. كنحتاجو تقريبا 3 حتى 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ومعلقه صغيره ديال الثوم اليابس. وكنحتاجو طبعا البطاطس اللي انا استعملت هنا 6 ديال الحبات، كل واحد يستعمل على حسب عدد الاشخاص اللي عنده. كناخدو يعني قدر من كنعمروه ان شاء الله بالماء، كنخليو الماء يغلى مزيان، كنديرو فيه البطاطس ديالنا كما كتشوفوا. انا استعملت كما كتشوفوا كميه على حسب الاشخاص اللي عندي في البيت، كل واحد يستعمل على حسب الاشخاص وعلى حسب الكميه اللي بغى. الان كنتقلوا كناخذوا مقلاة كنسخنوها، كنديروا فيها الزيت الزيتون، وكنديروا فيها البصيله ديالنا هي الاولى حتى كتشحر يعني وكتاخذ اللون الذهبي. ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو نكملوا الوصفه. في هذه اللحظه اللي كتشوفوا يعني البصله ديالنا تشحرات شويه وخدت اللون الذهبي، كنضيفوا ليها القطع ديال الدجاج اللي قطعنا مربعات كيف ما قلت لكم. وان شاء الله غادي نضيفوا من بعد الخضر ديالنا اللي قطعنا على شكل طولي. كنضيفوا يعني الجزر هو الاول، وكنضيفوا من بعد منه القرعه الخضراء يعني الكورجيت حتى هي، وكندمجوا يعني كنخليو هاد الخضر مع الدجاج مع البصله كلشي يعني يهبط شي شويه حتى ياخذوا شويه اللون. وعاد ان شاء الله ندوزو نتلاقاو. وفي هاد الاثناء ملي كنزيدو حتى نقطه ديال الماء، كنكتفيو بالماء اللي كيكون عندنا في الصدر ديال الدجاج، لان الصدر كيطلق الماء والخضر حتى هي. وان شاء الله ندوزو من بعد نكملوا باقي الوصفه. من بعد ما الخضره ديالنا كما كتشوفوا هبطات شي شويه مع الدجاج، يعني كنبداو نضيفوا التوابل ديالنا. كنبداو بالملح. الملح دائما انا كنأكد عليه حسب الذوق، اللي كتجيه معلقه صغيره ناقصه يزيد، اللي كتجيه كثر ينقص على حسب الذوق. الملح والابزار دائما على حسب الذوق. كما كتشوفوا ضفنا حتى هي الملعقه الصغيره ديال الابزار. كنضيفوا المعلقه الصغيره ديال الخرقوم البلدي اللي كيعطي واحد النكهه صراحه مميزه لهذا الكغاتان. يعني صراحه كنحتاجوا معلقه صغيره ديال سكينجبير الجونجومبر، حتى هو يعني اللي صراحه الدجاج بلا سكينجبير ما كيجيش طالع. وكنحتاجوا معلقه صغيره ديال البابريكا الفلفل الاحمر. وكنضيفوا الثوم اليابس يعني بودره كما كتشوفوا. اللي ما توفرش على الثوم يعني بودره وبغى يستعمل الحي، حتى هو كيتواتى مع الدجاج وكيتواتى مع هذه الوصفه. يعني دائما كنحاولوا نعطيو انا كنعطي لا باز،
والانسان يستعمل الحاجه اللي عنده في البيت ديالو والمنسمات في العطريه اللي كيرتاح فيها الذوق ديالو. انا كنعطي غير الفكره ديالي وانتم لكم يعني كل الابداع. من بعد ما شفتوا في الصوره يعني الخضره ديالنا ها هي نزلات، انا راه ما زدت حتى نقطه ديال الماء، ولكن الا احتاجتوا يعني الماء ما تفوتوش نص كاس صغير ديال الماء، ولكن انا في الوصفه ديالي راه ما درتش الماء بتاتا. فهاد الاثناء غادي ندوزو نحضروا الكريم بيشاميل ديالنا اللي كنحتاجو فيه نصف لتر من الحليب البارد، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، الكوزه اللي كنحكها صراحه بالحكاكه يعني باش كنسم البيشاميل ديالي، 2 معالق كبار ديال نشا الذره، 2 معالق كبار ديال زيت المائده، و2 معالق كبار ديال الزبده. ندوزو نشوفوا طريقه التحضير. كندوزو نحضروا البيشاميل ديالنا. كنبداو ب2 معالق كبار كما قلنا ديال الزبده، كنديروهم في كاسرونه وكنتسناو عليهم حتى يذوبوا. من بعد ما يعني بدات كتذوب لينا الزبده كنضيفوا عليها المعالق الكبار اللي قلنا ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الزيت المائده، وكنشتغلوا عليهم بحال هكا حتى يذوبوا بالفوي. من بعد ما دابت لينا الزبده واندمجات مع الزيت كنضيفوا 2 معالق كبار ديال نشا الذره، كما كتشوفوا يكونوا معالق شويه يعني ما يكونوش ممسوحين، شويه يعني مقببين. كنضيفوهم على خليط الزيت والزبده وكنحاولوا نبقاو نشتغلوا بالفوي يعني حتى تنظن الطريقه ديال الكريم بيشاميل ما شاء الله كلهم يعني العيالات بارعات فيها. انا فقط كنشارك معكم طريقتي انا الناجحه اللي كنستعمل دائما واللي كتجي زوينه، لا اقل ولا اكثر. كنبداو نشتغلوا كيف ما قلت لكم بالفوي، كنبقاو يعني ندخلوا هذيك الذره النشا ديالنا مع الخليط، كنشتغلوا مزيان باش ما تكونوش لنا حبيبات في هذه المرحله هذه. من بعد ما يعني خدمناها بالفوي مزيان كنضيفوا 500 مليلتر ديال الحليب يعني نص لتر، كنضيفوها على الخليط وما كنتوقفوش يعني بالفوي ديالنا على التحريك باش ما يتكونوش لنا دوك الحبيبات ويجينا الكريم ديالنا ليس ورطب ويجي زوين. ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نكملوا ونشوفوا النتيجه النهائيه. من بعد ما بدا الخليط ديالنا ديال الكريم كيعقد كنضيفوا الملح في هذا الاثناء. كيف ما قلت لكم الملح دائما حسب الذوق، اللي بزار حتى هو معلقه صغيره حسب الذوق، اللي بغى يكثر يكثر، كيبغي النكهه ديال الابزار حاضره بقوه في الكريم ديالو يزيدها، اللي بغى الملحه حتى هي اكثر يضيفها، يعني هادو على حسب الذوق ديال كل انسان. وكنبداو يعني نحركوه كما كتشوفوا حتى كيعقد لينا مزيان. من بعد ما طفينا يعني على الكريم بيشاميل ديالنا وخدا القوام اللي خصو عقاد لينا يعني كنطفيو عليه، كناخذوا الكوزه يعني جوز الطيب، كنديروا واحد الحكه فوق الكريم ديالنا ديال البيشاميل وكنحاولوا بالفوان ندخلوها في الكريم ديالنا صراحه باش كتعطينا واحد النكهه. اللي بغى يستغنى على هاد يعني على هاد المرحله هذه ما يستعملش الكوزه ما يستعملهاش، ولكن صراحه كنفضل انكم تضيفوها لان كتعطي يعني نكهه خاصه للبشاميل صراحه. من بعد كندوزو كنتقلوا البطاطا اللي كتكون تسلقات ونقيناها وحيدنا لها طبعا يعني الجلده ديالتها، كنمعسوها هكايا وكنضيفوا ليها من معلقه حتى لجوج ديال الزبده بحراره المطبخ باش كتساعدنا دغيا تدخل في البطاطا ما كتعذبناش ما كتكون الزبده بحراره المطبخ. كنضيفوا ليها الملحه والابزار باش كتعطينا واحد لوغو باش ما تبقاش يعني البطاطا تجينا باسله. كنضيفوا لهاد المنكهات وكنضيفوا واحد تقريبا نص كاس ديال الحليب كما كتشوفوا، واخا يكون بارد ماشي مشكل، وكنضيفوه على البطاطا وكنحاولوا يعني نخدموها مزيان يعني نمعسوها مزيان باش تعطينا واحد القوام اللي يكون ليس ورطب وتجي يعني رطبه حتى في المنظر ديالها. وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا طريقه التقديم. بالنسبه للطريقه ديال التقديم ديالنا ان شاء الله اللي غادي نقدموا بها الكغاتان ديالنا، كناخذوا بيوركس كما كتشوفوا الحجم اللي غادي يساعدكم على حسب الكميه ديال البطاطا اللي درتو اللي استعملتو. انا كما كتشوفوا خديت فرشات
ودرت ليها كامله الزبده، يعني دوزت الفرشات ديالي بالزبده عليها كامله باش ما تلصقش. وصراحه حتى ديك الزبده كتعطي نكهه للبطاطا من بعد، يعني كندوزوها عليها كامله بالفرشات. فهاد الاثناء هادي كناخدو البطاطا ديالنا البوري اللي وجدنا، كنوزعوها يعني كطبقه اولى على البوريكس ديالنا كامل، يعني كنوزعوها بشكل متساوي باش تجي مقاده. وان شاء الله ندوزو نشوفو الطبقه الثانيه. وبالنسبه للطبقه الثانيه كما كتشوفوا كناخدو الحشوه اللي جهزنا ديال الدجاج والخضار، وكنديروها كطبقه يعني في الوسط، يعني الطبقه الثانيه اللي غتكون كما كتشوفوا كنوزعوها فوق البطاطا ديالنا كامل، فوق البيغ اللي وجدنا كامله. في هاد الاثناء هادي كما كتشوفوا في الصوره كنضيفوا الكريم بيشاميل ديالنا، كنغطيو به الحشوه كامله ديال الدجاج والخضر ديالنا. انتم كتشوفوا القوام صراحه، يعني صراحه كيجي لذيذ بزاف. هاد الوصفه هذه ديالي انا ديال البيشاميل شخصيا كتعجبني، ما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه بزاف. كنحاولوا يعني نبسطوه ونوزعوه على الدجاج ديالنا كامل. من بعد كنضيف انايا الفرماج غابي، يعني فرماج محكوك. كل واحد يستعمل نوعيه الفرماج اللي متواجده عنده في البيت. انا بالنسبه لي استعملت فروماج شيدار، يعني هذا هو اللي كان عندي متواجد. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي نوع اللي عندكم متوفر في البيت، فقط باش كيعطي ديك النسمه اللذيذه في الكغاتا. من بعد ما وزعنا الفرماج كما شفتوا دابا كنضيفوا طبقه اخرى. كما كتلاحظوا في الصوره ضفت طبقه ديال اللي تبقات ليا ديال البطاطس، غطينا بها داك الفرماج. وغادي نضيف المتبقى ديال الكريم بيشاميل اللي بقى عندي كما كتشوفوا في الصوره، باش كتجي صراحه يعني كغاتان غنيه وكيبغيوها الوليدات، يعني كيتشجعوا انهم ياكلوها. وكنوزعوا الباقي المتبقى ديال البيشاميل ديالنا لا كريم كلها على يعني البطاطا كطبقه عليا يعني من الفوق. وكطبقه اخيره كما كتشوفوا في الصوره كنعاود نرش الرشه الاخيره ديال الفرماج. كيف ما قلت لكم كل واحد يستعمل الفرماج المتواجد عنده، يعني كنحاولوا نغطيو يعني الوجه ديالها كامل بالفرماج رابي، لان صراحه لي كغاتا اللذه ديالهم في هذا الفرماج. لان لي كغاتا انا بالنسبه لي الكغاتا ما كتجي يعني فيها ديك اللذه حاضره وبقوه، الا ما كناش يعني شويه جينيرو في هذا الشيء ديال الفرماج، ويعني عطيناها واحد شويه ديال نكونوا سخيين شويه في الفرماج باش كتجينا صراحه لذيذه. من بعد ما جهزنا يعني الكغاتان ديالنا قديناها، اخر مرحله كتبقى هي الفرن. كندخلوها واحد 5 ولا 10 دقائق حتى كتاخذ لنا داك اللون الذهبي وكيذوب داك الفرماج ديالها، وكتغاتينا مزيان في الفرن. ومن بعد كنشوف نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه النهائيه. بالنسبه للكغاتان ديالنا كما كتشوفوا خرجناها من الفرن بعد ما مرات تقريبا 10 ديال الدقائق، خليناها تتغاتينات مزيان وعطاتنا هذا اللون الذهبي الجميل صراحه. يعني كتجي من ارد وارقى لي كغاتان اللي يمكن لكم تحضروا، وغنيه صراحه بالخضار. كنشجعكم انكم تجربوا الوصفه وردوا عليا في لي كومونتير، كتجي لذيذه من جد، يعني كتجي لذيذه. وصراحه كنتمنى من المشتركات ديالي كلهم ان شاء الله ينال يعني الاستحسان ديالهم الوصفات اللي كنقدم لهم. وان شاء الله يا ربي مزيد من العطاء بالتشجيع ديالكم، كنشكركم دائما عليه. وكنتمنى ان شاء الله نتلاقاو يعني في فيديو قادم. اللي ما اشتركش يشترك ويدير لايك الى عجبو الفيديو. وان شاء الله الى اللقاء مع وصفة جديدة وفكرة جديدة، ومع السلامة.